يا حلو سطح يا حلو طل، يا حلو سطح نهارنا فل. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. وتعالوا نقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفانا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. هنعمل النهارده مع بعض الفراخ القمر دي، معمولة مشوية جوه الفرن. بس عايزة اقولك بطريقة سهلة جدا، مش تاخد منك وقت ولا هتاخد منك مجهود ولا الكلام ده. فراخ عادية خالص بس اتعملت بطريقة حلوة جدا. تعالوا بقى مع بعض نشوف الفراخ القمر دي اتعملت ازاي. وعلشان لو عندك عزومة، لو عازمة حد، حتى لو ليكي طبعا في بيتك، لو ليكي أولاد، لو كنت لسه عروسة، بقولك طلعت مية مية، طلعت تحفة. وطعمها وريحتها أقسم بالله كانت في منتهى الجمال. اللي كان عندي بألف هنا وشفا قسما بالله. عايزة أقولك كان فرحان بيها جدا جدا جدا، لدرجة قالوا لي فين الطريقة. قولوا لي قولوا لنا يا نجلة على الطريقة. قلت لهم لا، ادخلوا بقى على القناة وانتوا تعرفوا الطريقة. تعالوا بقى نقول ايه: بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونسمي الله ونذكر الله عز وجل، وتقولي الذكر اللي انت بتحبيه علشان الاكل يطلع معاكي زي العسل. عايزه الاكل يطلع معاكي جميل طول ما انت واقفه في المطبخ. سمي الله، اذكري الله، وصلي على الحبيب. شوفي بقى الاكل بتاعك هيطلع تحفه ازاي. طبعا انا خدت البصل فرمته في الكبه، او قطعيه بايديكي عادي خالص، مش لازم الكبه يعني. بس انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، ما هو ده الفيديو المكتمل للمحشي والممبار والبطاطس المحشيه لحمه مفرومه والفراخ المشويه. قلت لكم انا كنت مستعجله جدا عشان طبعا في ناس عندي هياكلوا، وانا كنت راجعه من الشغل. فحبيت ان انا اعمل اكل كده في السريع، والحمد لله ربنا كرمني ولحقت اعمل الاكل. فعشان كده بقول لكم انا بعمل بسرعه. هنا بقى بحط ايه؟ هنا بحط قرفه، وبحط فلفل اسود، وبحط توابل الفراخ اللي بتتجاب من عند العطار. والملح طبعا بتاعك يبقى ملح وفلفل وتوابل. دي بقى المعلقه السحريه اللي هتطلع لك الفراخ بتاعتك في منتهى الجمال، اللي هو ايه: معلقه سماق. حطي التوابل اللي انت بتحبيها، بس حطي معاها معلقه السماق دي، هتودي لك الاكل في حته تانية خالص. طبعا انا حطيت جنزبيل، وحطيت قرفه، وحطيت ملح طبعا وفلفل. بس معلقه السماق دي هي اللي هتفرق معاكي في شوي الفراخ. وعصرت ليمونه زي ما شفتي، وقلبتهم كده على بعض، البصل بالفلفل بالطماطم، ومعلقه بقى حلوه كده من الزيت. تمام. وقلبي بقى الاكل الخليط اللي قدامك دوت، زي ما انا عملته كده بالظبط، عشان كلهم يدخلوا مع بعض. ويا سلام بقى لو عندك عسل، حطي معلقه عسل. طب لو ما عندكيش عسل، حطي معلقه سكر، مفيش مشكله، بس حطي معلقه سكر او معلقه عسل، وشوفي نتيجه الشوي بتاعك. هتشوي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصي الفراخ طبعا انا غسلاها زي القشطه. عامله ايه؟ محلول النقع بتاع الفراخ بتاعي، اللي هو ميه طبعا عاديه من الحنفيه، ملح، ليمون، سكر. بحط عليها ايه؟ ملح وليمون وسكر. وتعالي بقى شوفي نظافة الفراخ ولا ريحة ولا الكلام ده خالص. وبعدين بقى تاخدي التوابل بتاعتك دي. بصي انا بين اللحم كده والجلد بحط ايه فيها، واروح ايه مكتفاها كده وزي العسل. طب انا هعمل ايه؟ هعملها في الكيس الحراري. يا سلام على الفراخ وهي في الكيس الحراري. عاوزة اقولك هتطلع لك الفراخ بتاعتك حاجة تانية خالص. هنا بقى طلعت الكيسين اللي انا هحط فيهم. هحط كل فرخة في كيس. هو صحيح الكيس كبير، بس ايه، انا بحط كل فرخة في كيس. هنا بقى دوت ايه ده الشريط اللي هو بتقفلي بيه الكيس عشان يبقى محكوم وما يتفتحش. هنا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا بقى الفرختين بتوعنا، كل فرخة في كيس. عايزة اقولك بسم الله ما شاء الله تطلع معاكي سكر، والله العظيم هتطلع معاكي حلوة قوي قوي. وشوفي بقى التوابل اللي احنا حطيناها، بس اوعي تنسي معلقة السماق. صدقيني هي اللي ودت الفراخ في حتة تانية خالص. كل اللي كل بفضل الله من الفراخ سألني:
الفراخ طعمها مختلف، الفراخ طعمها جميل، لا لا غير اللي احنا بنعمله صدقيني. ده بسبب معلقة السماق. حطي معلقة سماق على التوابل اللي انت بتحبيها، مش لازم تعملي زي ما انا عملت بالظبط الايه التوابل. بس انا بالنسبة لي اللي هي توابل بجيبها من عند العطار، اللي هي توابل الفراخ، خاصة بالفراخ غير توابل اللحمة. وحطي جنزبيل وحطي قرفة وحطي ملح وحطي فلفل اسود، طبعا ده الاساسي بتاعي، ما حطيتش اكتر من كده. وبعد كده بقى في الصينيه وتحطي عليها ربع مع هنا بقى لازم طبعا نفتح الكيس عشان تستوي معاكي سوا تحفه ورائع وجميل. بعد كده بقى بنحط جوه الصينيه بتاعتنا حوالي يعني ربع ميه سخنه، او اقل من الربع يعني. ميه سخنه، مش ميه ايه من الحنفيه، لا تكون ميه سخنه حتى لو مش سخان. بصوا زي ما انتوا شفتوا كده، اقل من الربع. ويلا على الفرن بقى ونطلعها. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا هسيبك انت اللي تحكمي. بصي اتحمرت، ما احتاجتش ان انا احطها تحت الشوايه. عايزه اقول لك بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كيس الحراري ده يعني الله يبارك في اللي بجد اللي عمله. بجد والله عمل لنا حاجة فعلا اختراع. بيطلع لنا الفرخة بسم الله ما شاء الله زي العسل زي العسل. حتى أنا قلت لل... للأولاد واللي كانوا إن شاء الله يعني كلوا منها بألف هنا أدخلها تاني في الشواية. قالوا لي لا هي كده زي العسل. لما جم بقى كلوا هم بقى اللي يحكموا وهم اللي هيقولوا. عايزه اقول لكم طلعت ولا ومستويه ايه، يعني عايزه اقول لكم مهريه مش مستويه، جميله جميله جميله. فراخ حلوة قوي تحفة. لو انت عندك ضيوف او انت عندك عزومة بقى، انت هتعملي عزومة حلوة كده، فاجئي بقى الجماعة اللي جايين ياكلوا عندك بالفراخ الحلوة المشوية دي. حاجة كده عايزة اقولك هتوديهم في حتة تانية خالص. بتطلع مستوية حتى وانت بتقطعيها، العظم كده بيطلع في ايديكي من جمال الفراخ. بسم الله ما شاء الله. لو كنت بقى وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير وايه وتفعيل الجرس. وطبعا نورتيني في قناتي، اهلا وسهلا بيك. بس انا عايزه اقول لك بصي الفراخ مهريه، بصي عامله ازاي. يعني هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه ان انا اقول لك او ان انا امسكها اقطعها. بصوا بسم الله ما شاء الله طالعه كده لوحدها، والريحه تحفه والطعم أجمل مما تتخيلي. لا هتضطري تروحي تجيبي فراخ بقى من بره ولا فراخ مشوية من بره وتدفعي فلوس كتير والكلام ده، لا. ده انتي هتعمليها جوه بيتك، فراخ نضيفة مغسولة زي القشطة، وتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. ألف هنا وشفا. كل اللي دقها طبعا في زي ما انتم شايفين في نص تاني كده اللي ورا ده، لا ده أنا كنت سلقاه علشان بحب المحشي بتاعي أحط له شوربة، مش بحب أحط له مية. فسلقت نص فرخة علشان أخد الشوربة بتاعتها وأسقي بيه الإيه المحشي. الفيديو اللي هو كان قبل كده عملنا فيديو الممبار والمحشي مع بعض عشان ما نطولش الفيديو، وعملنا فيديو الفراخ المشوية، وعملت لكم فيديو البطاطس المحشية لحمة مفرومة لوحدها. كل فيديو لوحده عشان لما بنطول في الفيديو بجد كلنا بنزهق. وألف هنا وشفا ونورتوني في قناتي.